صباح الخير والسعادة على عيونكم يا أحلى متابعين. يلا بينا مع بعض نعمل أكلة خفيفة تنفع عشاء، تنفع غدا، تنفع زي ما تنفع. يلا بينا، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. نزلت فتح الله وقلت كده عايزة اعمل فيديو حلو كده عشان يفرح حبايبنا الصغيرين. بيحبوا ايه بقى؟ بيحبوا السندوتشات اللي بتكون من بره، بس الافضل ان احنا او ان ماما هي اللي تعملهم في البيت. تمام، فحبيت كده. طبعا اكتر اكل الاطفال بتحبها سوسيس، كفتة، برجر، الحاجات دي. فطبعا قلت ايه اغير شوية كده، فنقضيها سوسيس وكفتة وكمان بطاطس مقلية. طبعا دي معشوقة الكبير والصغير. تمام، نيجي هنا اول حاجة على السوسيس. انا ما بقليهوش خالص، انا اللي بعمله فيه اني بس اغسله كويس جدا. تمام، واغلي ميه وابتدي اني انزل بيه السوسيس على طول في الميه المغليه. تمام، دي بتطلع عندي اي زيوت واي لون لو كان موجود في السوسيس. تمام، حابه بعد كده انك تقليه او تشويه زي ما حضرتك عايزه. تمام، لكن هو كمان كأصح ان هو يكون مسلوق. تمام، كمان ضعمه حجمه بيتضاعف. تمام، نيجي بعد كده على الكفتة. انا هنا كده سخنت الزيت عندي وبدأت انزل كده بالكفتة بتاعتي. بس هو في عيب بقى في الكفتة دي، ان هي بتكون مليانة دهون كتيرة جدا. تمام، يعني حجمها زي ما احنا شايفين، وكمان وزن الكفتية بيتغير تماما بعد السوى. تمام، غير الكفتة اللي احنا بنعملها في البيت. يعني شكل وحجم بيختلف تماما بعد السوى. طبعا عارفين طبعا ان الكفتة السوقي بتكون مختلفة عن كفتة البيت. تمام، بنسبة دهون معينة بتتحط وكده، يعني حاجة بسيطة مش حاجة كتيرة زي اللي بيعملوها برا. تمام، المهم كنوع من التغيير، وكمان ان انا يعني لو الحاجة دي تتعمل مرة كل شهر ولا حاجة، فبرضو هيكون في موازنة صحية وموازنة في الميزانية في الاتنين. تمام، هنيجي بعد كده على اللي هنعمله. قلينا كمان البطاطس بتاعتي. تمام، وكمان السوسيس جاهز والكفتة بتتقلى. تمام اهوت. كمان جهزنا العيش بتاعنا. طبعا تقدري تحطي الحشوة اللي حضرتك عايزاها. تقدري تحطي بصل، طماطم، فلفل، بقدونس، تستخدمي طحينة، تعملي كل حاجة حلوة لأفراد أسرتك وبالذات الأطفال حبايبنا. الفيديو ده ليهم النهاردة. تمام، يعني بصوا ندلعهم النهاردة زي ما هم عايزين. تمام، ألف هنا وشفا على قلب حبايبنا الصغيرين. تمام، تبدعي تعملي حاجة حلوة وتبقي كمان عملتيها بإيدك، ضامنة نظافتها وضامنة ان هي حاجة كده كويسة. تمام، بس طبعا السوسيسات والحاجات دي يعني ما نكترش منها برضو. يعني لو مرة كل شهر زي ما قلت لحضراتكم تبقى حلوة قوي وزي الفل كده. تمام، جهزنا كده خلاص اكلنا وكل حاجة. وكمان طبعا حابه تضيفي كاتشب، مايونيز، مستردة زي ما انت عايزه، بس هنا الحمد لله عندي كلهم، محدش بيحب المستردة. تمام، انا كمان بحبش طعمها بصراحه. تمام، جهزت كده البطاطس بتاعتي وقليتها. انا بحبها كده تكون محمره شويه زياده، حبه حلوين يعني. تمام، وكمان عملنا كده طبق بقى يفتح النفس، بقى حاجه حرشه كده. سلطه طماطم حلوه. طبعا انا بالنسبه لي الاكله دي عملتها يعني عشاء، فما رضيتش اني احط بصل او حاجات تكون تقيله، لان انا يعني احنا بالليل فبلاش بصل بالليل يعني. تمام، فعملت كده السلطه بتاعتنا كده خفيفه وحلوه قوي. شويه كمون، ملح، فلفل، خل، ليمون، الحاجات الجميله دي. تمام، جهزنا كده خلاص اكلنا. وظبطنا سندوتشاتنا زي ما قلت لحضراتكم. الحشو اختياري زي ما حضراتكم عايزين. كمان في كل سندوتشاتنا اضفنا المايونيز والكاتشب. تمام، وكمان قليت شويه فلفل مقلي، بحيث ان انا اللي عايز برضو يحط على البطاطس المقليه شويه من الفلفل. تمام، وانا منهم طبعا اساسي، يعني اغلبنا هنا بنحب الحاجات المشطشطه الحلوه دي. تمام، ظبطنا كده سندوتشاتنا.
جربوها بجد جميلة جدا، وحاجة كده يعني خفيفة ومختلفة، مش كله طبيخ طبيخ، فايه نغير كده شوية في اكلنا. حابة كمان اشكر حضراتكم على الدعم الكبير اللي حضراتكم عاملينه في قناتي على اليوتيوب. متشكرة ليكم جدا بجد، يعني ربنا كده يبارك لي فيكم يا رب. يعني متشكرة لكل اخ واخت بيعملوا لي لايك واشتراك والحاجات اللي بتفرحني دي، وكمان كومنتاتكم الجميلة بجد انا بقراها والله واحدة واحدة وكده، وبجد يعني بدعي لكم من قلبي، ربنا يبارك لكم يا رب. تمام، فيديو النهاردة كان خفيف، ما تنسونيش بقى يا حبايبي لايك واشتراك كومنتات حلوة، ما تنسوش قناتي هتكبر بيكوا وليكوا. شكرا ليكوا يا احلى متابعين.